اللي هي حلوى اقتصادية وتقطع كمية لا بأس بها. ولهذا الوصفة رايحة نحتاج مكونات بسيطة متواجدة في كل بيت، ورايحة نستعمل الميكسور تاع الطاس، وممكن تستعملوا البغا ميكسور وممكن ايضا تستغناو عليه نهائيا. جبت هنايا الطاس كما راكم تشوفوا وحطيت فيه 4 بيضات يكونوا كبار، ومن الاحسن يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. زدت عليهم قرصة تاع الملح وشوية تاع لافاني. الميكسور البنات راح يسهل عليكم الخدمه بزاف بزاف، وراح تكون النتيجه تاع الحلوى من اروع ما يكون، تجيكم هشيشه ورطبه وطريه. وهنايا ضفت الكوب تاع 250 مليلتر ناقص اصبع السكر العادي، السكر تاع القهوه العادي، ونفس الكوب عمرته زيت كما تشوفوا هنايا، زيت نباتي او زيت المائده. وراح نميكسي كما راكم تشوفوا هنايا، نميكسي ثواني معدوده ومن بعد نحبس. كما تعرفوا الاجهزه الكهرومنزليه هذو ما يحبوش تضغطوا عليهم بزاف، يحبوا تميكسيو شويه ومن بعد تطفيو باش يرتحوا شويه وتعاودوا. المهم هنايا بقيت نميكسي حتى تحصلت على خليط اللي يشبه خليط المايونيز. صدقوني كي خدمتها في الميكسور عطاتني واحد القوام من اروع ما يكون. شوفوا هنايا الخليط كيف يكون القوام تاعو. دوكا رايحه نفرغه في اناء ولا في بول اللي يكون شويه كبير. واش رايحه نزيد عليه؟ نزيد عليه هنايا، شوفوا الصحه القوام حبيباتي، هكا لازم يكون القوام باش تحصلوا على النتيجه اللي تكون مليحه. عندي هنايا كاس تاع نشا، هو نفس الكاس تاع 250 مليلتر، وفرغت عليه كيس تاع الخميره الكيميائيه او البيكين باودر. نخلط شويه هذيك الخميره مع النشا باش ما تعمليش الحبيبات، ونضيف هذاك النشا كامل كما راكم تشوفوا. صدقوني حبيباتي هذه راهي من الوصفات الهائله السهله والاقتصاديه، ما تاخذش الوقت، واي مبتدئه تقدر تنجح فيها باذن الله. هنايا راني نخلط في النشا حتى يمتزج لي مع المواد السائله. والنشا راح يعطيها واحد الخفه ما شاء الله. وهنايا رايحه نبدا نشيح العجينه تاعي بالفارينه. زدت هنايا 2 كيسان، وتشيحوا العجينه ما تشيحوهاش بزاف البنات، لازم العجينه تاعكم تكون طريه وتلصق في اليد. خليكم معايا برك دوك تشوفوا القوام كيفاه، وحاولوا ما تعجنوهاش، اجمعوها برك. لو كان تعجنوها من بعد الحلوه تاعكم ولا الكاطو تاعكم راح يجيكم يابس. نكمل اللم هنايا، هادو 2 كيسان ما كفاونيش، ورايحه نبدا نزيد الكاس الثالث. هنايا الكاس الثالث راني نضيف غير بشويه برك، ونشوف اسكو وصلت للقوام ولا لا، لانه الفارينه البنات راهي تختلف. كاينه اللي تشرب بزاف، ولو كان ديروا غير 2 كيسان ونص تكفيكم، وكاينه اللي ما تشربش وممكن توصلوا معاكم حتى ل3 كيسان ونص. يعني الفارينه راهي من 2 كيسان ونص حتى ل3 كيسان ونص. والعجينه ما تكونش شايحه بزاف البنات، هذا ضروري باش تنجحوا في هذه الوصفه، تكون طريه وتلصق شويه في اليد. الان جبت البلاطو حطيت فيه ورق الزبده، وفرغت فيه العجينه تاعي، وشمخت يديا بشويه زيت، ورايحه نبدا نبسط العجينه، ونحاول اني نعطيها الشكل اللي يكون املس من فوق بهذه الطريقه. شمخوا برك شويه يديكم بالزيت وخدموها بهذا الشكل. الان جبت هذه لاكوبات ورايحه نبدا ندير خطوط. هنايا استعنت غير بالمسطره برك باش يجيوني الخطوط معدولين شويه، ولكن تقدروا تستغناو عليها وتخدموا غير عينكم ميزانكم. وندير خطوط متوازيه بهذه الطريقه، ومن بعد رايحه ندير خطوط اللي تكون معاكسه بهذا الشكل. حتى نتحصل على هذا الشكل اللي راهو باين امامكم. والان جبت كميه من مربى المشمش اللي كنت ضفت لها القليل من الملون الاحمر، وحطيتها هنايا في كيس حلواني، ورايحه نبدا نعمر هذوك الخطوط بهذه الطريقه.
وفي هذا الوقت الفور تاعي راني شعلته على 180 درجه. ونروح دركا بعد ما عمرت هذوك الخطوط ندخل الحلوى تاعي طيب لمده تقريبا 20 الى 25 دقيقه. وهنايا بعد ما خرجتها من الفور وهي سخونه مباشره رايحه نبدا نرش عليها السكر الناعم. ما تستناوهاش حتى تبرد، لانه كي تكون سخونه رايحه تتشرب السكر. ومن بعد عاودت عمرت البنات هذوك الخطوط بالمربى ثاني، لانه كما شفتوا كي طابت هذيك المربى شغل شربتها العجينه. ونبدا نقطعها هنايا، تقطعوا مربعات مقروطات اصابع طويله كما تحبوا. المهم تستناوها حتى تبرد، يعني انا في الحقيقه ما استنيتهاش، قطعتها مباشره. من الاحسن تستناوها كي تبرد باش ما تتفتلكمش. هاي حبيباتي صدقوني قمه الهشاشه والطراوه، وصفه سهله واقتصاديه ويوميه من اروع ما يكون. نتمنى انكم تجربوها.